واش كتذكر وقتاش كان شراء كبش العيد ماشي غير فرحة، بل فرحة ديال الحومة كاملة؟ قبل العيد بأيام كانت الحومة كتعيش على إيقاع مختلف، إيقاع فيه ترقب وفرحة كتكبر نهار على نهار. أول حاجة كتولي حديث الناس هي الأضحية. واش تشرى الكبش؟ فين وصل السوق؟ شكون غادي يختار؟ كانوا الرجال كيمشيو مع بعضهم للسوق، يقلبوا يشوفوا يتفاهموا ويضحكوا وسط الزحام، وكل واحد كيبغي يختار احسن كبش، كأنه كيهضر على فرحة العائلة كاملة. ومن بين أجمل ما كان هو أن هاد الفرحة ما كانش كتوقف عند باب دار واحد، لا، كانت كدوز للجار وكتكمل عند الحومة كاملة. إذا شي واحد ما قدرش بسبب ظرف أو ضيق حال، كنلقاو الجيران كيتعاونوا يجمعوا الفلوس يشراو الكبش، ويقولوا هاد العيد خاصو يكون فرح للجميع. وما كيتوقفش الأمر هنا، حتى في الجلب ديال الكبش للدار كاين تعاون، واحد يشد، واحد يساعد، واحد يضحك، واحد كيعطي النصائح، وكأن الكبش ماشي غير أضحية ولكن رمز ديال وحدة الناس. ومنين كيدخل الكبش للحومة كتولي الدنيا كلها فرحة، الأطفال كيجريو، الضحك كيعمر الأزقة، والنساء من الشرفات كيديروا الزغاريد. الحومة كاملة كتفرح، ماشي غير دار وحدة. كانت فرحة العيد ما كتكملش إلا إذا كانت شاملة، إلا إذا ضحك الجميع وفرح الجميع وتقاسموا نفس اللحظة. واليوم كنرجعوا لهاد الذكريات وكنفهموا علاش كنا كنسميو داك الزمن الجميل، ماشي غير على بساطة الحياة، ولكن على روح التعاون والمساعدة والمحبة اللي كانت كتجمع الناس بلا شروط.